نكمل مع بعض علوم الصف السادس الابتدائي. الجسم كنظام. درسنا قبل كده الإنسان ككائن حي بيقوم بالعمليات الحيوية زي التغذية، التكاثر، النمو، الإخراج، الإحساس، الحركة، التنفس. وربنا سبحانه وتعالى عامل لكل عملية من العمليات دي جهاز داخل جسم الإنسان. يعني التغذية بيقوم بيها الجهاز الهضمي، التنفس الجهاز التنفسي، الحركة الجهاز العضلي، الإحساس الجهاز العصبي، الإخراج الجهاز البولي، النمو الجهاز العظمي، التكاثر الجهاز التناسلي. فكل الأجهزة دي بتتعامل مع بعض وتتكامل وبتعمل لي نظام لجسم الإنسان. نيجي نشوف الجهاز العصبي. بيتكون من جهاز عصبي مركزي، هو اللي في النص جهاز عصبي مركزي بيبدأ من الدماغ اللي فيها المخ، والحبل الشوكي اللي موجود جوه العمود الفقري. ده جهاز عصبي مركزي. بيخرج منه جهاز عصبي طرفي، الطرف العلوي يعني في الإيدين، والطرف السفلي عند رجلين أو الجسم العلوي والجسم السفلي. يبقى الجهاز العصبي فيه جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي، بحيث ان اي جزء في الجهاز العصبي الطرفي، يعني في ايدي مثلا جيت امسك حاجة سخنة فببعت رسالة عصبية للمخ فتقول له الحق ده الحاجة دي سخنة جدا على ايديا، فتبعت اشارة تاني لايديا ان انا اشيل ايدي من على الحاجة السخنة. يعني الجهاز العصبي بيتواصل مع بعض عن طريق الرسائل العصبية. فمن أمثلة التكامل وإزاي الجسم الإنسان كل الأجهزة بتشتغل مع بعضها، ماذا يحدث عندما يشعر الشخص بالتوتر قبل مسابقة الجري؟ يعني واحد خايف ومتوتر بسبب مسابقة الجري، فبنشوف الجسم بتاعه بيتعامل إزاي عشان يحاول إن هو يكسب المسابقة. فالمخ بيبدأ يرسل إشارات إلى القلب، يبعت له رسائل. القلب يعمل إيه؟ يزود النبض بتاعه، يعني يضخ الدم أكتر، إن هو يتحرك أسرع ويبدأ يضخ الدم أكتر، فالعضلات تحصل على الدم اللي فيه أكسجين وغذاء لازم أكتر يوصله بصورة سريعة، فيبدأ إن العضلات تتحرك أسرع فيجري أسرع. ولو شفنا مثال تاني، الاستجابة للخطر، إزاي الجسم بيتعامل مع أي خطر قدامه. زي لو حد جه حاسس إن هو هيقع من على العجلة وهو سايق، فتبدأ العين تدي إشارات للمخ إن في خطر وإن أنا ممكن أقع. فالمخ الجهاز العصبي يبعت رسائل لباقي أجزاء الجسم، يبعت رسالة للجهاز الدوري عشان يزود ضربات القلب ويديني دم أكتر، ورسالة للجهاز العصبي عشان تستجيب بسرعة ويحاول ينقذ نفسه إن هو ما يقعش. فيتعاون القلب والرئتين إن هما يوفروا الأكسجين للعضلات عشان تتحرك أسرع ويلحق نفسه من الخطر. يعني لو جينا ببساطة نشرح فكرة ازاي انا عطشان وشايف كوباية مية وعايز اشرب، فايه اللي بيحصل جوه جسمي؟ العين بتبعت رسالة للجهاز العصبي ان هي شايفة كوباية مية قدامها. الجهاز العصبي يبعت رسالة للعضلات ان احنا هنمد ايدينا عشان ناخد كوباية المية دي، فالجهاز الدوري يبدأ يضخ الدم ويبعته للعضلات عشان العضلات تنقبض والذراع يتحرك نحو الكوباية وأقدر إن أنا أرفعها وأشرب كوباية المية. يعني كده تكامل الجهاز العصبي مع الجهاز الدوري مع الجهاز العضلي. وزي ما خدنا في الدرس اللي فات إن أي نظام حي الأجهزة اللي فيه، كل جهاز في جسم الإنسان بيتكون من مجموعة من الأعضاء، وكل عضو بيتكون من مجموعة من الأنسجة، وكل نسيج بيتكون من مجموعة من الخلايا. والخلية قلنا إن هي أصغر وحدة بنائية لجسم الكائن الحي. فنيجي نشوف النسيج العضلي، ناخد منه خلية عضلية زي ما احنا شايفين قدامنا، يبقى شكلها ألياف طويلة، شكل الخلية شكل الألياف الطويلة مطولة يعني شوية عشان تسمح بالحركة.
وعندها خاصية إنها قادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة، وده طبعا شرط أساسي عشان الجهاز العضلي بتاعي هو الجهاز المسؤول عن الحركة، فلازم تكون الخلية بتاعته تقدر تخزن وتطلق الطاقة بسرعة عشان تتحرك بسرعة. وطبعا الخلية ما بتعملش منفردة، لازم تتعاون مع آلاف من الخلايا العضلية عشان تكون نسيج ويقوم بوظيفة وفاعلية كبيرة. وزي ما قلنا في الدرس اللي فات إن كل جهاز في جسم الكائن الحي بيتكون من خلايا، وخلايا الجسم بتكون مختلفة، يعني الخلايا اللي موجودة في الجهاز الهضمي غير اللي موجودة في الجهاز التنفسي غير اللي موجودة في الخلايا العضلية في الجهاز العضلي. فنيجي نشوف الجهاز العضلي الهيكلي أو الجهاز العظمي بيتكون من إيه؟ بيتكون من عظام وأربطة وأوتار وغضاريف. يعني الحاجة الأساسية بتاعتي العظام، في عظام القدم، عظام الساق، عظام اليد، عظام الساعد، كل دي عظام. طب العظام عشان أربط مثلا كف إيدي بالساعد أو الساعد بالكتف يبقى لازم يكون عندي أربطة، والأربطة دي لازم يكون عندي أوتار عشان أقدر أحرك الحاجات الصغيرة. يعني كف إيديا في أوتار بكل صابع من صوابع إيديا عشان تقدر تحرك كل صابع لوحده، يبقى في عظام ثم أربطة ثم أوتار. وفي عندي غضاريف، ودي بتكون موجودة في العمود الفقري بتوصل ما بين عظمتين. يبقى الجهاز العضلي الهيكلي بيتكون من عظام، العظام دي ما بينها أربطة وأوتار، وفي عندي غضاريف ما بين فقرات العظام. طب نيجي نشوف ازاي العضلات دي بتتحرك بعد ما شرحنا الجهاز العضلي. يعني انا مثلا عشان ارفع ايديا لفوق او اتني ايديا، بتني الساعد بتاعي برفعه على الكتف، ايه اللي بيحصل؟ وقبل ما اقول انا عارفة ان الذراع بيكون اول حاجة من اليد او كف اليد، بعد كده الساعد اللي هو ما بين كف اليد وما بين الكوع، وبعدين العضد اللي هو ما بين الكوع والكتف. فالعضلات اللي تحرك لي كف اليد لازم تكون موجودة في الساعد، والعضلات اللي تحرك لي الساعد لازم تكون موجودة في العضد. فأنا عشان أشرح المثال إزاي أنا بتني الساعد بتاعي، في العضد عندي عضلتين، عضلة أمامية وعضلة خلفية. عضلة أمامية يعني من قدام، وعضلة خلفية اللي هي من الظهر. عشان أتني الساعد يعني أرفع الساعد لفوق أو أتنيه على الكتف، إيه اللي بيحصل؟ العضلة الأمامية بتاعة العضد بتنقبض، والعضلة الخلفية بتنبسط. العضلة الأمامية بتنقبض يعني بتتقفل، فبتشد الرباط بتاعها، بتشد الساعد ترفعه لفوق. طب أنا عشان أفرد دراعي تاني أو أفرد الساعد تاني، فالعضلة الخلفية هي اللي بتنقبض، والعضلة الأمامية هي اللي بتنبسط، فبتفرد الرباط تاني فبترجع الساعد مفرود تاني. والعضلات عندي نوعين، في عضلات إرادية يعني أنا بتحكم فيها بنفسي، أنا بمخي بتحكم فيها، عايزة أعملها أعملها، مش عايزة أعملها ما أعملهاش. وفي عضلات تانية لا إرادية يعني أنا متدخلش فيها وما أقدرش إن أنا أتحكم فيها. ومن العضلات الإرادية عضلات الرقبة، أنا بقدر أحرك الرقبة بتاعتي يمين شمال لفوق لورا لقدام، أقدر إن أنا أحركها براحتي. وعضلات الذراع زي ما احنا لسه شارحينها. وعضلات الساعد إن أنا بحرك الكف بتاعي لفوق ولا لتحت ولا بحركه دائري زي ما أنا عايز. وعضلات البطن أقدر إن أنا ألف يمين بوسطي، ألف شمال، أنزل لتحت، أرجع لورا، أقدر إن أنا أحرك عضلات بطني براحتي. أما العضلات اللا إرادية هي العضلات اللي أنا مبقدرش أتحكم فيها نهائي، زي عضلات القلب. القلب ربنا سبحانه وتعالى خلقه إن هو بيضخ الدم المحمل بالأكسجين لكل خلية بشكل لا إرادي، إن هو بينقبض وينبسط، بيتحرك بينقبض وينبسط عشان يقدر إن هو يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم. فلو أنا كنت بتحكم فيه إراديا ممكن أنسى أحركه النهاردة، ولو نسيت لمجرد كام دقيقة الإنسان بيتوفى. ومثال تاني عضلات العين،
أنا بتحكم في عينيا، يعني بتحكم إراديا في عضلات عينيا، إن أنا بقفل عينيا بفتحها، بقفل يعني الجفن بنزله، بقفل العين أو بفتحها، دي حركة إرادية. لكن في بعض الحركات اللا إرادية، إن أنا ممكن عينيا ترمش لوحدها من غير ما أنا أفكر، لا إرادي. ممكن لو خطر من غير ما أنا أحس ألاقي عينيا لوحدها قفلت، ده حاجة لا إرادية. طب إزاي الجسم بيقدر إن هو يستجيب للخطر؟ إيه الأجهزة اللي بتشتغل على ده؟ أول جهاز عندي جهاز الغدد الصماء، وجهاز الغدد الصماء ده مش في مكان واحد، هو بيتكون من مجموعة من الغدد في أماكن متفرقة من الجسم. يعني في على الرقبة، في على الكليتين، في الجهاز التناسلي، وفي أماكن تانية. وكل غدة من الغدد دي بتفرز هرمونات، مادة معينة بتفرزها وبتأدي وظيفة معينة. كل غدة ليها وظيفة معينة في الجسم. فمن وظيفة الغدد الصماء إن هي بتفرز هرمونات عشان تحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم أثناء الخطر. وده بيحصل أثناء المواجهة أو الهروب. يعني مثلا لو أنا حد جاي يضربني، فالغدد الصماء بتفرز هرمونات إنها تساعدني على الاستجابة، سواء إن أنا هبدأ إن أنا أضربه، ولا هخاف وهجري ههرب منه، وهكذا. الجهاز التاني الجهاز الدوري، درسنا قبل كده إن الجهاز الدوري بيتكون من القلب والشعرات الدموية والأوعية الدموية. الأوعية الدموية اللي منها شرايين وأوردة، وطبعا متوزعة في جميع أجزاء الجسم. والدم اللي بينقل الغازات اللي هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والغذاء والهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم. فاللي بيحصل للاستجابة للخطر إن الهرمونات بتحفز الجهاز الدوري إنه يستجيب، فيبدأ يسرع في ضربات القلب بتاعته، يبدأ يسرع حركته، يعني يرفع ضغط الدم بتاعه ويضخ الدم للعضلات. فكده الجهاز الدوري بيتكامل مع الغدد الصماء، إن هو بينقل الهرمونات لجميع أجزاء الجسم أثناء المواجهة أو الهروب. وتالت جهاز معايا في الاستجابة للخطر هو الجهاز التنفسي. درست قبل كده إن الجهاز التنفسي بيتكون من الرئتين والممرات الهوائية والحجاب الحاجز. ووظيفة الجهاز التنفسي إنه بيقوم بعملية التنفس اللي هو الشهيق والزفير. وشرحنا إن الشهيق هو انقباض لعضلة الحجاب الحاجز فيتسع الصدر فيدخل الهواء محملا بالأكسجين. والزفير بتنبسط عضلة الحجاب الحاجز فيضيق الصدر ويخرج الهواء محملا بثاني أكسيد الكربون. فالجهاز التنفسي بيتكامل مع الجهاز الدوري عشان يزود تدفق الدم المحمل بالأكسجين للعضلات وللدماغ. فكده جميع أجهزة الجسم تتكامل عند الاستجابة أو المواجهة والهروب من الخطر. نيجي نشوف برضو إزاي جسم الإنسان بيقدر إن هو يحصل على الطاقة. يحصل جسم الإنسان على الطاقة عن طريق الجهاز الهضمي. درسنا قبل كده الجهاز الهضمي إنه بيتكون من أعضاء، منها القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية. والقناة الهضمية بتبدأ من الفم وبتنتهي بفتحة الشرج، وبتتكون من فم، بلعوم، مريء، معدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، فتحة الشرج. ومن ملحقات القناة الهضمية الغدد اللعابية اللي موجودة في الفم، والكبد، والبنكرياس الموجودين قريبين من المعدة، وبيصبوا إفرازاتهم في الأمعاء الدقيقة. فالفم موجود فيه الأسنان واللسان والغدد اللعابية. الأسنان مسؤولة على تقطيع وتمزيق وطحن الطعام، فدي بداية هضم الطعام. والغدد اللعابية بتفرز اللعاب عشان تبدأ تهضم المواد النشوية. واللسان مسؤول إن يخلط اللعاب مع الطعام ويبلعه، يحدفه على البلعوم، والبلعوم يوصله للمريء، والمريء
يحدف أو يدفع الطعام إلى المعدة، وداخل المعدة بيكون في تفكك للطعام بصورة أكبر، يعني هضم للطعام بصورة أكبر بالذات للبروتينات. فالحركات التموجية المستمرة للمعدة مع السوائل الهاضمة، الإفرازات اللي المعدة بتفرزها والإنزيم اللي هي بتفرزه بيساعد على هضم الطعام جزئيا. وبعد كده المعدة بتدفع الطعام إلى الأمعاء الدقيقة اللي بتتكون من الاثنى عشر واللفائفي. الاثنى عشر اللي بيصب فيه البنكرياس، العصارة البنكرياسية والحويصلات الصفراوية اللي في الكبد بتفرز العصارة الصفراوية داخل الاثنى عشر برضو، وده بيساعد على هضم الطعام كيميائيا بواسطة الإنزيمات دي. وفي الأمعاء الدقيقة بيبدأ امتصاص الغذاء ونقله إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية، وبقية الغذاء الغير مهضوم بيمشي ويخرج من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة المعروفة باسم القولون. فالطعام اللي بيدخل الأمعاء الغليظة بيكون في صورة مزيج من الغذاء، يعني بيكون شبه سائل. فالأمعاء الغليظة بتمتص الماء وتحول الفضلات إلى صورة صلبة اللي هو البراز اللي بيختزن في المستقيم ويتم التخلص منه من فتحة الشرج. فأنا عندي هنا دور مهم جدا لكيفية الحصول على الطاقة، إن الكبد والعضلات بتخزن سكر الجلوكوز في صورة طاقة تسمى الجلايكوجين. والجلايكوجين هو نشا حيواني بيتم استخدامه عند التعرض إلى موقف يحتاج إلى طاقة، عايز أجري، عايز أنط، عايز أتنفس بسرعة، يبقى الجلايكوجين ده هو الطاقة اللي بتخزن في الجسم وخاصة في الكبد والعضلات. نيجي نشوف ازاي بنتخلص من النفايات اللي هي عملية الإخراج. وعملية الإخراج هي إخراج الفضلات والسموم، وده بيحافظ على الاتزان الداخلي للجسم، لأن الفضلات والسموم دي حاجة مضرة جدا بالجسم، ممكن تؤدي إلى الوفاة لو احتبست داخل الجسم، فلازم الجسم يتخلص منها. نيجي نشوف مكونات الجهاز الإخراجي. أول حاجة عندي الجلد. الجلد هو المسؤول إنه يخرج لي المية والأملاح عن طريق العرق، يعني المية والأملاح الزائدة بتخرج عن طريق العرق. والرئتين في الجهاز التنفسي زي ما شرحنا مسؤول إنها تخرج لي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار المية. ومن ضمن مكونات الجهاز الإخراجي عندي الكليتين، والكليتين دول موجودين في الجهاز البولي هنشرحه دلوقتي. الكليتين دول مسؤولين إن هما يزيلوا الفضلات من الدم وتنظيم كمية السوائل والأملاح داخل الدم والحفاظ على الرقم الهيدروجيني بتاع الجسم، وهنشرح واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين الجهاز البولي الأجزاء بتاعته بيتكون من الكليتين، كلية يسرى وكلية يمنى، يخرج منهم حالبين. الحالبين بيوصلوا على المثانة البولية. المثانة البولية فيها صمام عشان بيتحكم في المية اللي بتخرج من الجسم اللي هو البول. وعندي بعد كده الإحليل أو اللي هي الفتحة البولية اللي بيخرج منها البول. اللي بيحصل إن الشريان جاي من القلب بعد ما عدى على الجسم كله محمل بالفضلات والمواد الزائدة، يخش الشريان ده على الكليتين، الكلية اليسرى والكلية اليمنى. والشرايين دي بتتفرع إلى شعيرات دموية بتخش للكلية عن طريق النفرونات أو المرشحات، حاجة عاملة زي الفلتر كده إنها تنقي الدم. ودي حاجة صغيرة جدا مجهرية داخل الكلى بتعمل على ترشيح الدم وبتشيل المواد الضارة منها زي اليوريا اللي هي بتبقى موجودة داخل البول، ودي بتنتج من استهلاك البروتينات. اللي بياكل بروتينات كتير بتلاقي اليوريا عنده نسبتها عالية، ودي بتخرجها الكلية في صورة بول. فيخرج من الكلية حاجتين اتنين، الدم اللي اتنقى بيخرج من الوريد بعد ما اتنقى ويرجع للقلب تاني، لكن البول والحاجات المواد الضارة اللي هو الكلية رشحتها
بتخرج في أنبوبة رفيعة جدا اللي هو الحالب، ويوصل على المثانة البولية. المثانة البولية دي بيتجمع فيها البول وبيتم تفريغه عن طريق القناة البولية. وطبعا عندي صمام عشان نقدر نتحكم في امتى البول يخرج من الجسم. نخلي بالنا ان خلايا الدم والبروتينات كبيرة، فمتقدرش تخش جوه النفرونات الدقيقة جدا اللي داخل الكلى، عشان كده بتقوم راجعة وداخلة في الوريد وترجع للدم تاني. والكلى بتقدر انها تنقي وتنظف الدم ما يقرب من 300 مرة في اليوم. يبقى وظيفة الكلية انها بتنقي الدم من الفضلات الضارة عن طريق النفرونات اللي هي بتعمل كمرشحات، ويتم طرد هذه الفضلات خارج الجسم على شكل بول. وبعد دراستنا لكل الأجهزة دي نقدر نعرف إن الجسم نظام متكامل، ولو أي عضو أو أي جهاز حصل له أي مشكلة ده بيأثر على الجسم ككل. نقدر نلخص إزاي الجسم بيحصل على الطاقة. أول حاجة الجهاز العصبي بينبه الجسم للجوع وإن هو يدور على الأكل عشان ياكل. الجهاز العضلي يتحرك عشان يساعده إن هو يروح يجيب الأكل ويمضغ الطعام ويهضم الطعام. اللي بيقوم بيها الجهاز الهضمي إن هو بيفتت ويهضم الطعام. وبعدين الجهاز التنفسي لازم يوفر الأكسجين عشان يحرق الطعام ده وتديني الطاقة. الجهاز الدوري بيوزع الأكل والغذاء المهضوم والعناصر الغذائية القوية والأكسجين على خلايا الجسم كلها. وجهاز الغدد الصماء زي ما قلنا بينظم حرق الغذاء في الخلايا عن طريق الهرمونات زي هرمون الأنسولين. والجهاز الإخراجي زي ما شرحنا بينقي الدم من الفضلات الناتجة من الخلايا. يبقى كده نكون وضحنا ازاي الجسم بيتعامل كنظام متكامل. طيب أنا ذكرت هنا هرمون اسمه هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين ده بينظم مستوى أو معدل السكر في الدم. ويفرز الأنسولين من البنكرياس، ده جزء من جهاز الغدد الصماء زي ما شرحنا. ولما يحصل أي تقصير في عمل البنكرياس بيقل إنتاج الأنسولين ويصبح الجسم مصاب بمرض السكر أو السكري. وبيتم علاج مرضى السكر بتعويضهم بأنسولين خارجي بحقن أو برشام. دي جرعات من الأنسولين أو مضخة الأنسولين اللي هي حقنة الأنسولين عشان تعوض وتخفض مستوى السكر وتوديه للمعدل الطبيعي. لأن التقصير في الأنسولين بيخلي مستوى السكر يعلى عن معدله الطبيعي، فلازم اديله أنسولين خارجي يقلله وينزله لمعدله الطبيعي. وكده نكون انتهينا من شرح الدرس. نتقابل الدرس القادم إن شاء الله.